مرحبا بكم في حلقة جديدة من دماغ اون المكان اللي فيه نفكر، نندهش ونقلب دماغنا حرفيا. النهاردة عندنا موضوع هيقلب المفاهيم كلها. هنتكلم عن الدوبامين. أيوة يا صديقي، الجزاء اللي بيشحنك حماس بس ممكن يدوخك من كتر الدوران. تخيل معايا تعيش من غير دوبامين، يعني لا شغف، لا متعة، لا فرحة، ولا حتى طعم للحياة. كأنك إنسان آلي، ما عندكش مشاعر ولا حتى رغبة في إنك تتحرك من مكانك. ده ببساطة لأن الدوبامين هو البنزين بتاعك. لكن تعال نبدأ الحكاية من بعيد شوية، من 100,000 سنة. كائنات فضائية نزلت الأرض وبصوا حوالينهم، شافوا الكائنات، الدلافين، الفيلة، الطيور، كلهم رائعين. وساعتها قرروا يراهنوا لما نرجع بعد كام ألف سنة مين فيهم هيسيطر على الكوكب. ولما رجعوا لقوا واحد قاعد بيشرب قهوة وبيتفرج على الحلقة دي. أيوة، أنت أنت النوع اللي كسب الرهان. إزاي؟ إزاي النوع ده الإنسان سيطر على الكوكب؟ الإجابة مش في العضلات ولا في الدماغ الكبير، لكن في الرغبة، في السعي، في الدوبامين. هو اللي خلى أجدادك يسيبوا أفريقيا ويروحوا آسيا، أوروبا، وحتى أستراليا. هو اللي خلى الإنسان يحفر، يبني، يهاجر ويغامر. هو المحرك السري لكل إنجاز. لكن هنا تيجي الحكاية اللي قلبها وجع شوية. فاكر باز ألدرين؟ واحد من أول البشر اللي نزلوا على القمر. لما رجع ما كانش مبسوط، دخل في اكتئاب، إدمان، ومحاولة انتحار. ليه؟ لأنه ببساطة وصل لأعلى هدف ممكن يتوصل. الدوبامين قال له: أنت حققت المستحيل، أنا كده خلصت شغل، سلام. ومن هنا بدأ الانهيار. الدوبامين مش بيكافئك لما توصل، لا، هو بيشتغل وانت في الطريق. هو البنزين بتاع اللسه، مش بتاع أخيرا. يعني انت طول الوقت بتجري علشان تحس بالحياة، ولما توصل تحس انك فاضي. ودي يا صديقي مأساة كل واحد ناجح وصل لهدفه وبعدين حس إنه تايه. وأمريكا بلد كاملة مبنية على الدوبامين، من أول احلم أكتر لحد انجح أكتر وسافر أكتر. ولو وقفت أنت بقيت عادي. 42% من الذين فازوا بجائزة نوبل أمريكان. نص الشركات في وادي السيليكون مهاجرين. ليه؟ علشان أمريكا بلد الفرص، بلد التحفيز. بس الحقيقة هي بلد الضغط، بلد لو ما عملتش جديد أنت مالكش قيمة. بس مش النجاح بس اللي فيه دوبامين، حتى الحب. العالمة هيلين فيشر بتقول الحب الرومانسي النوع اللي فيه شغف ولهفة بيعيش من 12 إلى 18 شهرا بس. بعد كده الدوبامين بيمشي. ولو معرفتش تتحول من دوبامين لأكسيتوسين، من الشغف للرضا، العلاقة بتنتهي. ناس كتير بيدوروا دايما على علاقة جديدة، مغامرة جديدة، إحساس جديد، وما بيعرفوش يعيشوا اللحظة. دول ضحايا الدوبامين. في تجربة جميلة اتعملت على القرود. كل مرة يشوفوا نور يروحوا يفتحوا صندوق يلاقوا أكل، مبسوطين. بس لما بدأوا يتوقعوا وجود الأكل الدوبامين قل، ولما اتأكدوا اختفى خالص. ليه؟ لأن المخ زهق. المكافأة المتوقعة ما عندهاش نفس السحر. وهنا نوصل للكارثة. الدوبامين اللي كان وسيلة تحول لهدف بقينا نعيش علشانه. عاوزين أكتر وننجز أكتر وننجح أكتر، بس مفيش راحة. ما بقيناش نستمتع بالوصول، بقينا ندور على الطريق اللي بعده. بقينا زي عربية ما فيهاش فرامل، بتجري وبتسبق الكل، بس أول ما تيجي تقف تتحطم. الحل مش إنك توقف، لكن إنك تبطأ. تفهم إن الدوبامين وسيلة مش غاية. تعيش اللحظة، تستمتع باللي في إيدك، وترضى وتشكر. يا صديقي، أحيانا السعادة مش في الوصول للقمر، لكن في الرجوع لقعدتك في بيتك على سريرك مع فشار، وانت بتتفرج على دماغ اون بصوت حماسي. اوترو لو عجبتك الحلقة اديني لايك، فعل الجرس، وابعتها الكومنت. امتى آخر مرة حسيت إن الدوبامين بيضحك عليك؟ وافتكر دايما السر مش إنك تكسب، السر إنك تعرف امتى تبطأ وتعيش اللحظة.